نفس الوضعية للتعاون. قيادة التحكيم بالتأكيد مع الحكم الدولي. الحكم الدولي في مباراة اليوم طبعا فهد العراني. ضربة البداية بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة وأصحابكم مع مباراة دوري زين السعودي المحترفين في الجولة الرابعة عشرة. الاتحاد أو التعاون في ملعبه يستقبل الاتحاد اللي في اللون الأبيض في مباراة اليوم. يلعب لفريق التعاون أصحاب الأرض طبعا فهد الثنيان في حراسة المرمى، قلبي الدفاع محمد أمان الحارثي، وظهير أيسر سعود الخيبري، ظهير أيمن سلطان اليامي، وأمامهم لاعبي المحور موجود بالتأكيد بطابع دفاعي ناصر البيشي 8 7 عبد الرزاق الحسين، طرف أيسر حسين النجعي، طرف أيمن علي تركي، عافي أمام هداف التعاون بدر الخميس. الاتحاد في مباراة اليوم يلعب بطريقة 4-2-3-1 للفريق الاتحادي اللي يلعب مع كريري، هو المحور المميز والشاب المنتظر للجمهور الاتحادي وللجمهور الكرة السعودية. مع خضري يلعب بجوار سعود كريري، لكن علي زبيدي يلعب قد دفاع اليوم مع حمد المنتشري، أسامة المولد، تكر، أسماء تغيب عن مباراة اليوم، وبالتالي علي زبيدي يتم الاعتماد عليه كقلب دفاع مع حمد المنتشري. حمد يلعب كرة الآن في الجهة اليسرى لكن سهلة للفريق التعاوني. ظهير أيسر مشعل السعيد، وظهير أيمن باولو جورج، لاعبي محور كما ذكرت سعود كريري مع خضري، طرف أيمن ويندل، طرف أيسر صالح الصقري. صانع العاب في مباراة اليوم سلطان النمري، وفي الأمام نايف الزازي. الكابتن مونتي اليوم منتشري الأفضل في آسيا ومن قائمة الأفضل في آسيا. الظاهر أمامنا صاحب أسرع انطلاقة للاعب سعودي في تدرجه في المراحل السنية، ومن ثم مع الاتحاد، ومن ثم مباشرة في تشكيلة المنتخب السعودي الذاهب طبعا إلى كأس العالم. الكرة تأتي بين جهة اليمنى علي التركي، لمسة مهارية تأتي لناصر البيشي، محاولة بشكل ممتاز جدا. التركي والسرعة، التركي يأخذ المساحة، التركي يلعب العرضية، لكن من علي زبيدي يظهر في هذه الكرة. أول ظهور تعاوني وأول هجمة تأتي في الدقيقة الثانية في هذه الموقعة هنا في دوري زين، بين الخامس وبين الثالث عشر، بين صاحب ال9 نقاط التعاون وبين صاحب ال21 نقطة فريق الاتحاد. هذا باولو جورج لاعب الظهير الأيمن في مباراة اليوم الدولي البرتغالي والمستمر منذ الموسم الماضي، بينما هنا عبد الرزاق الحسين صاحب أجمل هدف للتعاون في بطولة كأس ولي العهد، تقريبا أجمل هدف في الموسم لفريق التعاون. لكن بالتأكيد تلك المباراة يريد أن ينساها التعاونيون لأنهم خرجوا من دوري 16 من بطولة كأس ولي العهد، بينما الاتحاد تأهل ليلعب طبعا مع الفيصلي في بطولة كأس ولي العهد، ويلعب اليوم مع التعاون ويسعى لانطلاقه في مسيرته في دوري زين. علي زبيدي الآن يلعب الكرة في الجهة اليسرى للمنتشري. الفريق الاتحادي صاحب أقوى الأرقام من ناحية التهديف في دوري زين. هذه الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. لما نقول من اللي سجل أعلى خارج أرضه نقول الاتحاد، من اللي سجل خارج أرضه أعلى الاتحاد، اللي يضرب ويكسر الشباك دائما الاتحاد، اللي يسجل دائما بالشوط الأول دائما الاتحاد. الاتحاد يضرب بقوة، وحينما يسجل بعنف الفريق الاتحادي، وحينما يغيب يأتي بنتائج عكس ما يريد الجمهور الاتحادي الكبير المتعود بالتأكيد على فرح في كل موسم. كرة ملعوبة الآن سعود كريري يحول الكرة الآن أمامية في الجهة اليمنى لسلطان النمري، الثلاثي الوسط. تصوروا الثلاثة كلهم بالقدم اليسرى لفريق الاتحاد، الثلاثة كلهم بقدم يسرى، لا وندل ولا سلطان النمري ولا صالح الصقري في مباراة اليوم، الجميع بالقدم اليسرى، خلفهم لاعبين محور سعود كريري ومعهم خضري. هنا الكرة ملعوبة ويندل، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. طبعا نتحدث عن ويندل، حينما نتحدث عن هذا اللاعب نتحدث عن لاعب كان مع نادي كبير في فرنسا. وهنا اللقطة طبعا على المدرب لفريق التعاون غريغوري سكيب أو سي توتش، المدرب العامل طبعا في أكاديمية أو الأشبه بالأكاديمية طبعا لفريق التعاون للناشئين، وفي انتظار ستريتشكو المتعاقد حديثا. هذه كرة ملعوبة اتحادية لكن في يد الحارس المتألق في دوري زين فهد الثنيان، الحارس اللي تألق وخاصة بالتأكيد مباراة أمام الهلال والعديد من المباريات، الحارس الأساسي للمنتخب السعودي بعد. كرة ملعوبة الآن في الوسط، سعود كريري يعيدها لحمد المنتشري، لاعبي الدفاع مع علي زبيدي الآن في الجهة اليمنى. الاتحاد الأكثر طبعا
من ناحيه التسجيل، سجل خارج ارض 8. وهذا ويندل لاعب البوردو يتقدم بقدم اليسرى. ويندل يحاول باليمين الان، يحاول في المراوغه مع اكثر من لاعب، والكره تذهب الى خارج ارضيه الملعب. ضربه زاويه، ضربه مرمى للفريق التعاوني. هنا ويندل اللي حاول في اللقطه الماضيه اللاعب ويندل جيراردو مارسيليو سيلفا صاحب 29 سنه، لاعب الكروزيرو اللي امامنا هنا، واللاعب اللي مر ايضا بناشونال دي ميديرا سانتوس، ولكن بالتاكيد محطته المهمه 2006 الى عام 2011، وقدم الاتحاد لعب مع بوردو وصنع بالتاكيد فتره جميله مع بوردو ب 156 مباراه مع بوردو و35 هدف ولقب الدوري الفرنسي. ملعب الكره الان سلطان النمري الان في الجهه اليمنى، يراوغ بشكل ممتاز جدا النمري، صاحب هدف رائع جدا في مرمى النصر بمراوغاته، لكن يكسب خطا هنا. هذا سلطان النمري لاعب الوسط في مباراه اليوم وصانع العاب اللي بالتاكيد راح يقوم بالمهمه اللي يقوم فيها الكبير محمد نور. هذه المراوغه الممتازه، لكن بقدمه يلعبها اللاعب عبد الرزاق الحسين خطا لصالح الفريق الاتحادي. مع اللاعب باولو جورج، بينما المباراة اللي تقام بنفس التوقيت هجر يسجل في مرمى الهلال. 1-0 هناك إذا في مباراة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. هجر يسجل في مرمى الهلال، ممكن يسويها أيضا التعاون أو يكون الظهور للفريق الاتحادي. ممكن الأخبار تأتي الآن أيضا، لكن الفريق الاتحادي لا يفكر في الخصوم بشكل كبير في وضعيته، لأنه يعلم أنه يريد أن يبني وضعا جيدا في الدور الثاني. لكن للمعلومية الهلال يتأخر بهدف، والكرة ملعوبة الآن تأتي للفريق الاتحادي. صالح الصقري يلعب عرضية ومتابعة، سوء تفاهم بين المدافع والحارس، يتابع على محمد أمان، يبعدها لتأتي الكرة الآن، وكنترول ممتاز جدا من اللاعب أحمد الحربي الخبير ولاعب الوسط المميز. يلعب الكرة لبدر خميس هداف التعاون ب5 أهداف، يتقدم في هذه الكرة الآن بدر خميس، يمر لكن دخول من معن خضري، الكرة فيها خطأ لصالح فريق الاتحاد، خطأ لصالح الفريق الاتحادي. وعلى اللاعب بدر الخميس الدخول كان قوي على موهبة الكرة السعودية القادمة والمنتظرة. معن خضري الدخول كان قوي على لاعب معن خضري، اللاعب اللي بالتأكيد كان ظهور جيد ومن أهم أو أجمل الإنجازات للكرة السعودية في عام 2011 اللي راح نودعه بعد ساعات بالتأكيد. الفريق الذي شارك في كولومبيا، وهذا اللاعب الذي ظهر في كولومبيا اللاعب معن خضري بشكل جيد، ولقب طبعا بإخوان أو بفيرون اللاعب الأرجنتيني، طبعا كناية طبعا عن الشكل واللوك اللي كان ظاهر عليه في بطولة كأس العالم في كولومبيا للشباب. ملعب الكرة الآن باولو جورج، يتقدم لاعب الظهير الأيمن ويجد اللعب بالوسط الأيمن، لكن كالظهير يلعب الآن حمد المنتشري في الجهة اليسرى، متابعة علي التركي، ويبدو أن الاتحاد راح يلعب ضربة زاوية الآن فريق الاتحاد. الكرة يكسبها هذا سلطان اليامي، اللاعب اللي انتقل من القادسية ويقدم حتى الآن موسم جميل جدا مع الفريق التعاوني. ضربة زاوية الآن تأتي للفريق الاتحادي بتأهب فهد ثريان، والضربة الآن قادمة للفريق الاتحادي مع باولو جورج. حتى الآن الهداف فيكتور سيموس ب15 هدف، يلي ناصر الشمراني اللي متعود على التهديف، ويأتي طبعا الفريق الاتحادي بهدافه طبعا محمد نور عنده 5 أهداف. ضربة زاوية تأتي مع باولو جورج مع ضربة الزاوية القادمة للفريق الاتحادي. أقل من 10 دقائق مع الانطلاقة، نتيجة 0-0. والكرة القادمة الآن ويندل والكابتن طبعا فهد العريني في هذه المتابعة طبعا لدفاعي التعاون وأيضا لفريق الاتحاد. ضربة الزاوية الآن باولو جورج يلعبها القائم الأول، مبعدة متابعة تمر إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى طبعا الإدارة التحكيمية فهد العريني دولي، مساعد حكم أول عبد الله الشلوي دولي، مساعد حكم ثاني مؤيد الصايغ دولي، وحكما رابعا المشاري درجة ثانية. هذه الكرة طبعا علي زبيدي لعبها وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. مقيم حكام محمد البشري، ومراقب المباراة الأستاذ علي المقبل. ضربة مرمى الآن لصالح فريق التعاون. تلعب الكرة الآن عالية من فهد ثنيان، لكن يلعبها في الطرف الأيمن النجعي، اللاعب اللي كما نذكر كان في الصيف الماضي كان خبر انتقال للاتحاد، لكن بعد ذلك الأمور لم تتم، وبعد ذلك انتقل من الاتفاق
الى فريق التعاون. الحربي يلعب كره، اميز اللاعبين بالكرات الثابته في الموسم الماضي. يلعب البدر الخميس هداف التعاون، يحاول في الكره بدر يعيدها الى النجعي. النجعي ملعوبه ناصر البيشي، ملعوبه لسعود الخيبري الخبير الخيبري. لمسه من احمد لتاتي الان لناصر للفريق التعاوني. ملعوبه الكره تعاونيه نايف الحارثي، ملعوبه سلطان اليامي يراوغ، لكن الكرة هي اللي راوغته وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. ملعوبة سريعة على الاتحادية، استغلالا للثغرة. الصقري حاول يستمر، الكرة لم تخرج. القرار باستمرار اللاعب، تلعب الكرة الآن لويندل. ويندل الكرة تمر منه بسوء توازن. ملعوبة الكرة أكثر من أخطاء الآن من الجانبين، لكن الكرة الآن تأتي مع بدر الخميس يقاتل على الكرة الوحيد، يحاول في الكرة لكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. المتصدرون مع الجولات، الاتحاد كان المتصدر في الجولة الأولى بعد انقضاء الجولة الأولى. في الجولة الثانية تصدر الشباب، في الجولة الثالثة تصدر الأهلي، الرابعة الشباب، الخامسة الاتفاق، السادسة الشباب. قوة في دوري زين السعودي في هذا الموسم، ويبدو أن ما تعودنا عليه في المواسم الماضية، اتحاد هلال اتحاد في كل موسم ستتغير في هذا الموسم. والله أعلم في القادم. 10 دقائق الآن تمر 11. يبدو أن في هذا الموسم سلسلة الاتحاد والهلال ستتغير حسب ما يظهر لنا مع الجولات اللي مع كل فترة، لكن يبقى الشباب أكثر فريق يحافظ على الصدارة في دوري زين حتى الآن، ويبدو أن هجر سيؤخر ربما صدارة الهلال المتوقعة. كرة ملعوبة تأتي الآن لسلطان النمري، يحول كرة الآن أمامية وتأتي بيد الحارس فهد الاثنيان. لما نتحدث عن الجولات الأولى الاتحاد تصدر، الثانية الشباب، الثالثة الأهلي، الشباب في الرابعة، ومن ثم ظهر الاتفاق في الخامسة، ومن ثم الشباب في 3 جولات يمسك الصدارة، السادسة، السابعة، الثامنة، ومن ثم يعود الاتفاق المتألق بعمل كبير جدا في التاسعة، ومنذ العاشرة ولا نعرف متصدرا غير الفريق الشبابي. ما نعرف متصدر إلا الشباب، وهو حتى الآن متصدر الشباب ب 34 نقطة، ب 34 نقطة، ومهدد من قبل فريق الهلال اللي حتى الآن متأخر بنتيجة 1-0 من أمام هجر. ملعب الكرة الآن عبد الرزاق الحسين، يلعب الآن لسعود الخيبري، راح يجرب يسدد، يلعب لعبد الرزاق، جميلة، فرصة جول ورأسية متابعة، لكن الهادي، لكن الرايق، لكن مبروك أبعدها، وحلوة من النجم السوري، النجم الشامي، ذكية هذه فيها ذكاء ولعبة ورأسية، وشوف كيف نازلة، ومبروك زايد تابعها، واللي يتابع حتى اللي يتابع اللقطة ممكن يقول خلاص، اللي يشوف الكورة ممكن كان يلتهي ويتابعها، حول على الجوال يطالع الجوال ممكن، لكن الكرة أتت مباغتة، والوحيد ممكن اللي يتابعها مخرجنا ومبروك زايد. وفعلا الكرة كانت خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة زاوية يسقط معها مبروك زايد، رأسية خطيرة حتى الآن، والأخطر باتجاه المرمى، وربما التسديدة الأولى في المباراة حتى الآن تأتي من جانب فريق التعاون. هنا المدرب طبعا غريغوري، المدرب الروماني، يعمل في أكاديمية الفريق الناشئي، الفريق التعاون، ركنيات 1-1 لكل فريق. والفريق التعاوني طبعا تعاقد مع المدرب الكرواتي الذي بالتأكيد يذكر له تألقه مع المنتخب البحريني في كأس آسيا 2004. نتحدث عن ستريتشكو يورتشيتش، المدرب الذي سيأتي غدا ليشرف عن فريق التعاون. سعود الخيبري بالتأكيد يتابع المباراة، كرة ملعوبة لسعود الخيبري، متابعة، تعود تمريرة للفريق التعاون الآن، ملعبها على التركي، يلعب كرة عرضية، ومتابعة تأتي من مبروك زايد قدم مباراة طبعا كبيرة في الكلاسيكو اللي الاتحاد رفض فيه الخسارة بهدف نايف هزازي في مباراة من أمتع المباريات في دوري زين. وحقيقة قائمة المباريات الممتعة في دوري زين بالتأكيد قائمة كبيرة في هذا الموسم اللي يظهر فيه أكثر من متصدر، ونحن كما ذكرت لكم منذ الجولة العاشرة لا يوجد إلا متصدر واحد، الشباب في الجولات الخمس الأخيرة هو المتصدر، إلا في هذه الجولة قد يحدث حديث جديد في خاصة المباراة اللي تقام في الرياض في ملعب الأمير فيصل بن فهد. ملعب الكرة الآن سلطان اليامي، يلعب كرة عالية تأتي، ومتابعة تأتي بيد الحارس مبروك زايد. الحارس مبروك زايد، الحارس صاحب الآن 32 سنة،
الحارس اللي لعب كاس العالم للشباب 1999، الجيل الجميل اللي طلع مين؟ طلع صالح الصقري اللي موجود في ارضيه الملعب، مبروك زايد اللي موجود في ارضيه الملعب. اسماء كبيره كانت بارزه في ذلك المنتخب اللي حقق مشاركه عالميه جيده. مبروك زايد كان لاعبا مع الرياض، انتقل للاتحاد في 2000 للتذكير فقط للتاريخ القديم الفريق الاتحادي. ومبروك زايد لاعبه اللي لعب الان ويلعب في دوري زين الان مباراتها الخامسه على فكره. مبروك زايد في مرماه 6 أهداف تلقاها في هذا في دوري زين السعودي للمحترفين. لقطة على المدرب الروماني جيجري اللي راح يدير الآن تقريبا آخر مهمة. من بكرة المهمة تنتهي في مشاركة ستريتشكو. كرة ملعوبة الآن علي تركي يلعبها، يكسب منها ضربة زاوية جميلة من علي تركي، لكن القرار عكس ذلك إلى ضربة مرمى لصالح فريق الاتحاد. هذا علي التركي اللي لعب على الكرة. بالتأكيد اللقطة راح تكون معاكم ربع ساعة. وهنا ماتياس كيك اللي يقرأ الفريق الاتحادي، كان اللي في حوار بيني وبينه، يقول حتى الآن يعني أنا أقرأ الفريق وأعمل مع الفريق، وبالتأكيد أعلم كل شيء في الفريق الاتحادي. يقول لا أعرف العربية ولا أعلم ربما يعني من ناحية كل وكامل الأحداث اللي يمر فيها الفريق الاتحادي، لكن أعمل على الموجود، أعمل على من يقدم في أرضية الملعب، ويعلم أهمية وقيمة اللاعب محمد نور بالتأكيد المؤثر والغائب عن مباراة اليوم طبعا بتأثير مباراة الكلاسيكو. بالتأكيد محمد نور. الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس علي التركي اللي أمامنا هنا، لاعب على فكرة من إنتاجات نادي الأهلي. لما نمر على كل نادي سعودي نشوف لاعب من إنتاجات الأكاديمية الرائعة في نادي الأهلي. كرة ملعوبة الآن سلطان النمري، كرة مقطوعة لعبد الرزاق الحسين، ملعب الكرة الآن نجعي في الجهة اليسرى يحولها، تأتي لعبد الرزاق الآن في الطرف الأيسر. الحسين عبد الرزاق الدولي السوري يلعب عرضية الآن توتي، متابعة رأسية لكن تبعد من مونتشري. تلعب الكرة الآن ويندل لناصر البيشي، عبد الرزاق الحسين في الوسط، ملعوبة لنجعي، سعود الخيبري، تمريرة لإبعاد علي زبيدي لمتابعة الفريق التعاوني. محمد أمان، رأسية البيشي، سلطان يامي، لعب الآن علي تركي يمر بشكل جيد، لكن الكرة يا خطأ يا رمية تماس، والقرار في هذه الكرة إلى يبدو خطأ لصالح الفريق التعاوني. علي التركي أمامنا كما ذكرت لكم انتاجات النادي الأهلي، ولاعب الطرف واللاعب اللي يستمر مع الفريق التعاوني منذ أيام الدرجة الأولى، من الأسماء المستمرة وممكن من أقدم الأسماء الموجودة على أرضية الملعب في تشكيلة الفريق التعاون. طبعا نعلم التعاون أنه غير جلده بشكل كبير منذ صعوده في دوري زين السعودي المحترفين. أخطاء 4-2، 4 للتعاون و2 للاتحاد. ومنتشري يلعب الكرة، منتشري الآن 29 سنة، 2001 بداية مع الاتحاد، 10 مباريات يلعبها في دوري زين، هذه المباراة 11 لديه هدف. منتشري يحول الكرة الآن أمامية في الوسط، تأتي علي زبيدي في قلب الدفاع، في الموسم الماضي ظهر في خط المحور، لكن الاتحاد ترك اللاعب أحمد حديد العماني اللي قدم ثنائي لسنوات طويلة ممتازة مع الفريق مع كريري، لكن ينتج أكثر من اسم في هذا المركز. خطأ هنا لصالح الفريق التعاوني، ومن النجم نايف هزازي رأس الحربة اللي بأفضل حالة تقريبا، من أميز رؤوس الحربة السعوديين واللي بأفضل الحالات تقريبا للمهاجمين السعوديين. نايف هزازي يبدأ يتلقى بطاقة صفراء على الاحتجاج، يشير له الحكم فهد العريبي. هذا النجم نايف هزازي اللاعب اللي يقدم نفسه طبعا في دوري زين بشكل جيد. نايف هزازي لاعب اللي كم له هدف في دوري زين. نايف هزازي عنده 5 أهداف مع محمد نور، 5 أهداف هدافي للفريق الاتحاد. نصر النجعي امامنا هنا، الاخطاء الان اصبحت 4 للتعاون، 3 للاتحاد. وهنا اللقطه للكره الماضيه بين النجعي وبين ايضا نايف هزازي. نايف هزازي امامنا هنا، راس الحربه للفريق الاتحادي، الفريق اللي اكثر فريق يسجل في الشوط الاول. كرت اصفر واحد حتى الان في المباراه. كره ملعوبه علي التركي يراوغ بشكل ممتاز، فرصه تعاونيه الان، تعاونيه تاتي لاحمد الحربي، عرضيه ملعوبه عبد الرزاق الحسين، باولو يبعدها، يتابع لها سلطان النمري بحثا عن مرتده اتحادي. حتى الان اتحاد لم يصنع كره خطيره
لم يصنع كرة خطيرة. سلطان النمري الآن يتأخر الكرة مع امتعاضات جماهيرية. ملعب الكرة الآن من معن خضري. باولو جورج علي زبيدي. الاتحاد أكثر فريق سجل في الشوط الأول، لكن في مباراة اليوم الآن راح نكمل كل ساعة. هل راح يسجل فريق الاتحاد؟ لم يصنع كرة خطيرة تقريبا على استحياء، كانت في كرة لفريق التعاون بالراس من عبد الرزاق الحسين، هنا كرة وفيها في قرار وخطأ لصالح فريق التعاون. هذا الحربي أحمد يتحدث عن فريق سجل 22 هدف في شوط أول، الأكثر في فرق دوري زين، لكن حتى الآن ثلث ساعة ولا تهديد لفريق الاتحاد. كرة ملعوبة الآن عبد الرزاق في الجهة اليسرى مع باولو 7 على 7، لكن ينجح الاتحاد، ولكن خطأ لصالح فريق التعاون مع الاعتراض اللي يأتي الآن من باولو جورج، لاعب البرتغالي. باولو جورج صاحب 30 سنة الآن. باولو جورج لاعب اللي مر بالتأكيد عديد من الأندية البرتغالية، ومر أيضا ببنفيكا، بوفيستا، إعارة مع مالاغا، ماريتيمو، وفي 2010 يأتي مع الفريق الاتحادي. كرة ملعوبة الآن تأتي وبعدها من نايف الزازي اللي تأتي الكرة الآن في الجهة اليمنى. ويندل في كرة خطأ على لاعب ويندل، خطأ على ويندل في الكرة الماضية من أمام ناصر البيشي. هذا لاعب ويندل جيرالدو، هناك من مرتاح لأدائه، هناك ربما يرى العكس، لكن وجهة نظر خاصة أرى أن هذا اللاعب من الأسماء الثقيلة الحقيقة اللي كسبها نادي الاتحاد، بعيدا عن ما قدم حتى الآن، لكن من الأسماء المميزة بالتأكيد. نتحدث عن لاعب قضى فترة جميلة ومع نادي كبير بفرنسا منذ العام 2006 إلى عام 2011، لقب دوري فرنسي مع النادي الكبير في فرنسا بوردو. ملعب الكرة في الوسط الآن محمد أمان لعبد الرزاق الحسين، يقوم بمهام الصناعة بشكل كبير جدا، لاعب اللي يقوم بتحريك الوسط التعاوني بشكل كبير. لما نشوف مباراة نجران كان متأخر فريق التعاون 2-0، عبد الرزاق الحسين انتفض وحرك معاه ال10 لاعبين أو ال9 لاعبين في الملعب، وبعد ذلك أتى الهدف التقليص وكاد ممكن يعود. هنا خطأ من محمد أمان، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، ويند الآن يلعب كرة لباولو جورج مع خضري. الفريق الاتحادي في ملعب التعاون في منتصف، وبالتالي ضغط الآن موجود من الحربي. سعود كريري يلعبها لباولو جورج الآن ياخذ عرض الملعب ليلعب كرة الآن من سلطان، الكرة فيها ضغط، اللعب مستمر. ملعوبة الآن ملعوبة الآن صالح يلعب كرة يسدد، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. مباراة الاتحاد السباعية اللي الاتحاد إذا ما سجل يعني ياخذ راحته بشكل كبير جدا فريق الاتحادي. لما نشوف النتائج الكبيرة للفريق الاتحادي في دوري زين السعودي للمحترفين، واخرها طبعا امام هجر، الاتحاد سجل نتيجة كبيرة، وسجل صالح الصقري هدف، واي هدف من الاجمال من الاهداف الجميلة بالتأكيد في دوري زين السعودي المحترفين. ضرب بالسبعة الفريق الاتحادي طبعا قبل مباراة الكلاسيكو 1-1 امام الهلال، قبلها ايضا فوز على النصر 3-1، وقبلها الخساره في الديربي امام الاهلي. لكن في مباراه هجر 7 اهداف سجل صالح الصقري في الدقيقه 36 هدف من اروع اهداف فريق الاتحاد في هذا الموسم. نايف هزازي لا يتقدم، فرصه جول والتمريره، لكن كره مقروءه يلعبها معا خضري لويندل في الجهه اليمنى، تمرير سريع من معا لويندل، فاتح باولو وملعوبه عرضيه، فرصه جول ومتابعه سلطان النمري في منطقة الجزاء التعاونية، يتأخر في الكنترول والكرة تمر على الفريق الاتحادي. ملعب الكرة الآن معا خضري بتمريرة لمنتشري في اليسار، يلعبها صالح الصقري الظهير والوسط في مباراة اليوم. تمريرة من اللاعب التعاوني علي تركي إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس مع مشعل السعيد أفضل فورمة حتى الآن يقدمها لظهير أيسر في هذا الموسم، مع أكثر من لاعب طبعا شاب، وممكن بالتأكيد الكلام يأتي على لاعب قادسية ياسر الشهراني من الأسماء الشابة في مركز الظهير الأيسر. ملعب الكرة الآن صالح الصقري، ويندل 3 في الوسط بقدم يسرى، ويندل ممكن يجرب يلعبها الآن مشعل السعيد باليسار باتجاه المرمى، فادي ثنيان يتابعها، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. الفريقين خسروا مباراة الديربي،
هذه القواصم المشتركة بين الفريقين خسروا مباراة الديربي، ونعلم تأثيرات خسارة الديربي على جمهور الفريقين وما يأتي بعدها في التعاون. توقف فلورين موتروك بقراره، استقال وتوقف عمله مع الفريق التعاوني. لكن ايضا في فريق الاتحاد طبعا الخساره اتت وتحت اداره عبد الله غراب. كره ملعوبه الان تاتي الان للسعود الخيبري او نجعي بلمسه ممتازه ولبدر خميس بمتابعه مبروك زايد. مبروك زايد يتابع هذه الكره السليمه على مرماه بتمريره منصور النجار. تلعب الكره الان في الوسط، باولو جورج يحولها لمعن خضري. تصويبات 2 الاتحاد 1 تعاون. معن خضري الان في تمريره لنايف هزازي، انقضاض سلطان اليامي، تاتي مشعل السعيد. اللعب مستمر لكن القرار لصالح فريق التعاون. القرار لصالح فريق التعاون. نايف هزازي عليه بطاقه صفراء للتذكير، الوحيد في المباراه عليه بطاقه صفراء. نايف هزازي مبكره كانت للاعتراف في خلال شوطي المباراه الاول. علي التركي حربي يمر بالكره، سقوط خطأ لصالح فريق التعاون. خطأ للتعاون. الاتحاد بالتأكيد يأتي ثانيا من ناحية عدد الألقاب لدوري زين السعودي للمحترفين. حينما نقول عدد الألقاب بالتأكيد يأتي متصدرا للألقاب فريق الهلال ب 13 لقب، يأتي بعد ذلك الاتحاد ب8 ألقاب دوري، آخرها في 2009 أو في 2007. كرة ملعوبة الآن تعاونية تأتي فيها الجهة اليمنى، يحاول فيها اليامي خلف التركي، يحاول يلعب عرضية ولكن الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى. أكبر فوز في أرضه على ملعبه لفرق دوري زين تأتي من جانب الاتحاد، فاز على هجر 6 أو 7-0. الأكبر فوز خارج الملعب هو لفريق الاتحاد، أيضا فاز على القادسية 8-0 في ملعب نادي القادسية. وأكبر نتيجة في مباراة واحدة بالتأكيد مباراة أيضا القادسية والهلال 5-4 لصالح الفريق الهلالي. تلعب الكرة الآن علي التركي في الجهة اليمنى. نقترب من نصف ساعة تعب في شوط المباراة الأول، النتيجة حتى الآن سلبية، وحتى الآن في الأداء كما يظهر في أقل من نصف ساعة الآن في مباراة دوري زين السعودي للمحترفين الجولة 14. الاتحاد طبعا عنده مباراة مؤجلة، إذا ما استكملت راح يكتمل عقد مباريات دوري زين السعودي. وكرة ملعوبة الآن صالح الصقري يتقدم فيها الجهة اليسرى. الصقري يتقدم، برز ناشئا وشابا مع الطائي وسنوات طويلة أغلبها مع الاتحاد. ملعوبة الكرة ويندي يلعبها لسعود، لمسة الآن نايف أو سلطان النمري اللي يعيب البطء حتى الآن في النصف ساعة اللي قدمها مع الفريق الاتحادي. ملعوبة الكرة الآن صالح الصقري في الجهة اليسرى، يلعب كرة ممتازة نايف، فيها راية وتسلل. فيها راية وتسلل على لاعب نايف هزازي. طبعا الزياية خلاص انتقل ويتدرب مع نادي بنياس. وللتذكير طبعا زياية اللي تقريبا يلعب بنفس مركز نايف هزازي، واللي تم التعاقد منه من جانب الإدارة الاتحادية بعد الفترة اللي كان فيها مصاب نايف هزازي. طبعا اللقطة الماضية كانت أول تسلل في المباراة، وبالتالي الإدارة الاتحادية تسعى للاعب بمواصفات اللاعب السابق للاتحاد الحسن كيتا، اللاعب اللي خارج الصندوق، لاعب مهاجم يقوم بخدمة لاعبي الوسط وراس الحربة، ويقوم بالجهد اللياقي والسرعة. بالتأكيد هذه المواصفات المطلوبة للمهاجم القادم الأجنبي. لكن هذه الكرة ملعوبة الآن تعاونية، ملعب الكرة عبد الرزاق، منصور النجعي تمريرة تمر بشكل غريب، لكن من متابعة مونتي تأتي سلطان النمري الآن يحول كرة لباولو جورج للاتحاد الآن في الجهة اليمنى. باولو يراوغ الآن، يمر بالكرة، تلعب الآن مع مين؟ مع منتشري خضري في الوسط معا، يبحث عن ثغرة فعلا موجود الآن. ممتاز كشف الملعب من جانب لاعب مع خضري. ملعوب الكرة الآن باولو جورج في الجهة اليمنى مع لاعبين عبد الرزاق وسعود. يمر باولو والابعاد ياتي من محمد امان الى خارج ارضيه الملعب. ممتاز باولو بجهد فردي عمل كبير جدا في اللقطه الماضيه، وبهدوء وبذكاء مر بهذا اللاعب اللي من الاسماء اللي يقدم جهد كبير جدا مع الفريق الاتحادي، وانسى فكره الظهير الايمن وقضيه الظهير الايمن. كره ملعوبه الان في الطرف الايمن الان، باولو مره اخرى من باولو، كره الان
متابعة منصور النجعي اللي يلعب كرة، تأتي الآن متابعة زبيدي، لكن الآن ضغط سلطان النمري. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس الاتحاد، رمية تماس اتحادية. كرة ملعوبة الآن باتجاه المرمى، مباشرة التنفيذ، مباشرة التنفيذ، لكن خرجت إلى خارج أرضية الملعب. يباغت الجميع هنا ويندل في تسديدة لكن خرجت، وهذه الكرة مع الإعادة باتجاه المرمى، لكن لفت من اللاعب اللي دائما يسجل بهذه الطريقة في الأيام الجميلة، واللي يحاول تكرارها مع فريق الاتحاد باولو جورج، أو لاعب ويندل طبعا، ويندل والشهير بويندل، اللاعب البرازيلي وصاحب 29 سنة سعود الخيبري، اللي يبدو أنه أرهق في الجهة اليسرى، خاصة أن الجهة قوية وفيها العنصرين الأجنبيين طبعا بوجود ويندل وكذلك باولو جورج، يقومون بجهد كبير جدا. بينما هنا التوجيهات اللي تأتي من المدرب غريغوري مع عبد الرزاق الحسين وكذلك علي التركي. شوف الان ما تحرك كل الوقت اوكي. واحد مره روح، واحد مره يبدا، هدينا موت. ليس ثلاثه. ماتياس كيك اللي امامنا هنا، المدرب السلوفيني للفريق الاتحادي وصاحب 50 سنة، كان لاعبا طبعا سابق كمدافع. اللي امامنا هنا ماتياس كيك، ومر بالعديد من الانديه طبعا السوفيتيه ايام يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي. ميربور كان لاعبا مع نادي ميربور. هنا كرة تذهب الى خارج ارضيه الملعب. بدأ التدريب مع ميربور في 2000 الى 2006. المدرب ماتياس كيك بدأ عالمه التدريبي في عام 2000. كرة ملعوبة الآن، اعتزل كلاعب في عام 1999 المدرب ماتياس كيك. ملعوب الكرة الآن علي زبيدي. نتيجة أمامكم 0-0. تمر نص ساعة حتى الآن، سلبية في النتيجة وتقريبا سلبية بالأداء. كرة ملعوبة الآن في اليسار، صالح الصقري يحاول يلعب عرضية، دخول قوي جدا، والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة زاوية. ماتياس كيك بدأ في التدريب مع النادي اللي لعب لسنوات طويلة منذ عام 1979 إلى عام 95 نادي ميربور. درب في 2000 إلى عام 2006، 6 سنوات المدرب الاتحادي الحديث ماتياس كيك. لكن بعد ذلك بدأ المهام مع الاتحاد السلوفيني طبعا في تدريب لناشئي سلوفينيا، ومن ثم مع التدريب مع المنتخب السلوفيني 2007، والتأهل معه إلى كأس العالم 2010. الحديث كان عن المدرب ماتياس كيك السلوفيني الذي يبدأ مهمته مع الفريق الاتحادي. باولو جورج يلعب الكرة الآن باتجاه المرمى، والكرة بيد الحارس فهد ثنيان. الركنية الثانية للاتحاد والثالثة في اللقاء. ملعوب الكرة الآن عالية، رأسية معن خضري إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، لقطة هنا على معن خضري. مباريات كثيرة في دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، مشاركة مع الأولمبي، مع المنتخب السعودي، المشاركة الكبيرة مع منتخب الشباب، والآن أحد الأسماء واحد الأوراق الشابة اللي يعمل فيها الفريق الاتحادي. من يلعب مع كريري؟ هذا السؤال اللي موجود في التشكيلة الأساسية. محمد أبو سبعان يقدم مباريات تغيب للإيقاف، في مباراة اليوم يحاول أن يظهر أبو سبعان اللاعب معن خضري في التشكيلة الأساسية. الكرة كانت مبعدة طبعا من اللاعب نايف الحارثي قلب دفاع لفريق التعاون. ملعب الكرة الآن فيها الجهة اليمنى، باولو سعود يدخل فيها اللاعب أحمد الحربي. المميز بالكرات هي الثابتة، أي كرة ثابتة قريبة من الأسماء اللي ممكن تعمل فارق. نايف هزازي لا يتقدم في الكرة، ضغط من اليامي، خطأ لصالح فريق الاتحاد، خطأ لصالح فريق الاتحاد، لصالح اللاعب اللي أمامنا هنا نايف هزازي. في حديث مع الحكم فهد العريني، والكرة الثابتة قادمة للاتحاد من الأسماء اللي ممكن ينفذ طبعا الفريق. طبعا الهلال يسجل الآن هدف التعادل، من أمام فريق هجر. مر بأوقات عصيبة الهلال، لكن قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الأول، المباراة اللي تقام بنفس التوقيت، الهلال يعدل 1-1 هناك. في أهداف في مباراة الرياض، ننتظر أهداف في مباراة بريدة. وكرة ملعوبة الآن، باولو يلعب الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، لكن الأجواء جيدة في بريدة. درجة الحرارة ما هي في الوضعية الشديدة الحقيقة، أجواء معتدلة جيدة
في بريدة وفي ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة. وحتى الآن نقترب من 10 دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول. النتيجة حتى الآن سلبية بين الاتحاد صاحب المركز الخامس والتعاون صاحب المركز الثالث عشر. 6 الأخطاء للتعاون، 7 الاتحاد. الكرة تذهب هنا إلى خارج أرضية الملعب. طبعا الفريقين التقيا في الدور الأول في افتتاحية دوري كأس الأمير، دوري زين السعودي للمحترفين. المباراة الأولى اللي جمعتهم طبعا بين الفريقين في جدة كانت مباراة مليئة بالأهداف. يبدو أن خلصت أهداف الفريقين في مباراة الذهاب 5-3 كانت 5-3. علي زبيدي عليه خطأ الآن في الدخول في الكرة الماضية. علي زبيدي في اعتراض وياخذ بطاقة على الاعتراض، ياخذ بطاقة على الاعتراض. علي زبيدي البطاقات اللي حددت في مباراة اليوم كلها للاعتراض، ما في بطاقة بالتدخل، تأتي البطاقات فقط على الاعتراض. بطاقة نايف الزاز للاعتراض وبطاقة لعلي زبيدي للاعتراض فقط. هذه البطاقات مجانية تأتي للاعبي الاتحاد في مباراة اليوم. هذه البطاقة الصفراء للاعب علي زبيدي فقط للاعتراض. علي زبيدي بطاقة صفراء مع اللاعب نايف هزازي، بطاقتين حتى الآن. وهذول اللاعبين أمامنا الاثنين. ها هنا الكرة، الدخول احتسب خطأ الحكم فهد العريني. 1-1 الهلال وهجر، بينما هنا 0-0 وكرة ملعوبة. الخطأ لصالح فريق التعاون. ملعوبة سعود عبد الرزاق يلعب تجاه المرمى، فرصة الجول رأسية الحربي، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حلوة الجملة الماضية. أحمد الحربي حاول في الكرة، عبد الرزاق ممكن يخطف له كرة التعاون. هذه الكرة والرأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. عبد الرزاق الحسين من حولها لكن ما لعبها صح. أحمد الحربي هذا اللاعب هو اللي يلعب الكرات الثابتة، هو اللي يحول، هو اللي يصنع. لكن بالتأكيد كانت تنتظر رأس مثل رأس بدر الخميس بالتأكيد اللي ممكن يحاول في الكرة الماضية. اللعبة الآن موجودة من وندل، يبعدها محمد أمان، وكرة ملعوبة الآن إبعاد علي زبيدي. تأتي الآن ارتقاء، دخول لسعود، ملعوبة الكرة الآن إبعاد نايف الحارثي. موجود الكرة سعود يحول الكرة عبد الرزاق، تأتي لبولو جورج، تمريرة زبيدي يلعب كرة عالية، متابعة نايف الحارثي. الضغط بالتأكيد ممكن يخلخل دفاعات التعاون من جانب فريق الاتحاد. هذه الأمور ممكن يفكر فيها الاتحادي بالتأكيد. ملعوبة الكرة الآن مشعل السعيد، ملعوبة سعود كريري في الجهة اليمنى، سلطان برأسية سعود خيبري. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس مع تحركات الجماهير التعاونية اللي تتحرك الآن بشكل جيد. جماهير الاتحاد قبل المباراة وبساعات متفاعلة بشكل كبير جدا. تهدأ الآن الجماهير التعاونية أكثر تفاعلا. سلطان نمري يلعب كرة باتجاه المرمى، لكن تعود الكرة لسعود كريري مع خضري يراوغ. شايفين اللاعب كيف يستلم، كيف يمرر، وإن كانت التمريرة خاطئة لكن اللاعب طريقته في استلام هذه الكرة. لا ملعوبة للصقري، يحاول مرور صالح الصقري، يلعب الآن مشعل السعيد في الطرف الأيسر، يحاول في الكرة الظهير الأيسر مشعل، لكن دخول الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تحركات الآن في اللقطات الأخيرة أو الدقائق تقريبا ال6 الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول. ويندل في منطقة الجزاء يكسب منها ضربة زاوية. الآن في تحركات في الجانبين الآن في تحركات. المباراة الآن في حالة ارتفاع مستوى في الدقائق الأخيرة. نشاهد القادم، يبدو أن هناك هدفا حاضرا في الدقائق القادمة، أقل تقريبا أو 6 دقائق باقية. ضربة زاوية اتحادية، باولو جورج مع الركنية الثالثة للاتحاد. البرتغالي مع التنفيذ كل كراته حتى الآن الماضية كان فيها خطورة للاتحاد. فهد العريني مع عبد الرزاق الحسين، مع أيضا بالتأكيد أحد أو هنا ويندل، لكن بالتأكيد لما نقول كرات عالية نقول بالتأكيد نايف الزازي اللي عدى في مباراة الكلاسيكو من الأسماء اللي ممكن يكون حاضر في اللقطة القادمة. ويندل مع الحكم فهد العريني، وننتظر استئناف اللاعب بالتأكيد. باولو مع ضربة الزاوية، باولو يلعب الكرة الآن، تأتي رأسية، متابعة وفرصة الجول. الكرة في مناطق الجزاء ولكن يأتي الإبعاد الآن للتعاون. سلطان النمري يلعب كرة الآن، باولو يحاول يلعب عرضية،
ملعوبة تمر سليمة سليمة سليمة، لكن في راية الآن تأتي. الآن الراية يرفعها حكم المباراة المساعد بطاقة صفراء، تأتي الآن على علي تركي. بطاقة الصفراء الثالثة في المباراة للاعب التعاوني والأولى للفريق التعاوني علي تركي. بطاقة الصفراء. هنا اللقطة والدخول على باولو جورج من بدر خميس، وخطأ الآن في مكان جيد لفريق الاتحاد. 40 دقيقة مشاهدينا ومشاهدي قنوات السعودية الرياضية، النتيجة حتى الآن سلبية، لكن الاتحاد في تحرك الخمس دقائق الأخيرة في الشوط الأول. يلعب الكرة بتجمل، فرصة رأسية، إبعاد من اثنيان، فرصة خطيرة اتحادية. الاتحاد يقترب ربما من كرة الأولى من شوط المباراة الأول. رأسية خطيرة يتألق فيها اثنيان وأكثر من لاعب بطول قامة للإتي. ضربة زاوية اتحادية مع ويندل الآن في الجهة اليسرى. الركنية الرابعة، شوف كم ركنية اتحادية وكل ركنية خطيرة. نشوف القادم الاتحاد يفتتح فيها النتيجة ولا لا. ملعوبة القائم الأول يبعدها بدر الخميس لتأتي إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لصالح فريق الاتحاد. صنع خطورة مع أكثر من كرة. ويندل الآن يتقدم في هذه الكرة، يجهز كرة الآن لمعن، تمريرة معن، مرور ممتاز. سلطان ما فيها شيء. سلطان النمري مع حالة اعتراض في الجهاز الفني الاتحادي. اللقطة شايفين اللقطة هذا المرور، وفي فيها شوف القدم اليمنى ومحمد أمان فيها كلام، ما أقول فيها بلنتي، أقول فيها كلام. ملعب الكرة الآن، فرصة الرد تعاوني، والكرة ملعوبة بيدي مبروك زايد. أجواء مثيرة في آخر 5 دقائق الآن في شوط المباراة الأول. الاتحاد ضربة جزاء ربما يكون خيار مطروح، كان ممكن يكون حاضر في اللقطة الماضية، ثم هجمة تعاونية. هنا الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. رمية تمس بالتأكيد أخطأ. ممكن هناك مؤيدين، ممكن هناك معترضين على الكرة الماضية، بالتأكيد راح يكون هناك فيها حديث لكرة سلطان النمري. ويندل الآن يلعب كرة، يعرضها، تأتي لسعود خيبري، يحولها الآن في الوسط لمعن خضري. ويندل تحركات باللمسة الواحدة، والدخول هنا خطأ على ناصر البيشي. لاعب محور قوي في الوسط التعاوني. اللاعب اللي امامنا هنا لاعب وسط يقوم بجهد كبير جدا، ناصر البيشي. طبعا معسكر التعاون في تركيا، في الاجواء الجميله في تركيا. الفريق التعاوني هذه 7 للتعاون، اخطاء 8 للاتحاد. كره ملعوبه الان اتحاديه، وملعوبه الان في الطرف الايمن. سلطان صاحب القدم اليسرى راح يعدل ولا راح يلعب على طول مباشره، والكره تذهب الى خارج ارضيه الملعب. ضربة زاوية سادسة هذه الآن ولا خامسة؟ سادسة ولا خامسة الآن؟ الزاوية القادمة الاتحادية. يبدو أن الاتحاد بيد الوضعية قريب من الهدف الأول. الخامسة لفريق الاتحاد، وهدف وقته جميل بالتأكيد. باولو يلعبها رأسية وتمر إلى خارج أرضية الملعب من صالح الصقري لاعب الكرة الماضية. الرأسية تمر إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة الماضية والإعادة. رأسية كانت من صالح الصقري إلى خارج أرضية الملعب، لكن التفاعلات الجماهيرية جيدة. طبعا الميكروفونات والمايكات اللي سحبت مع بداية هذا الموسم حقيقة من القرارات الكبيرة طبعا في دوري زين السعودي للمحترفين. ولكن في مباراة اليوم أشاهد عملا جيدا من غير الميكروفونات. لكن سأعود لموضوع الميكروفونات. الكرة ملعوبة الآن، تأتي بدر الخميس، يحاول يلعب عرضية، يراوغ، يمر، تعاونية، فرصة جول يلعبها في زميله سلطان. فرصة ثمينة تمر على التعاون. نايف رأسية، ما شاء الله، ارتقاء دقة اللعب الكرات الرأسية لويندل. الكرة تعود، يحاول فيها مين؟ يحاول فيها الحربي من أمام ويندل، يتركها إلى خارج أرضية الملعب. تحركات، تفاعلات من الجانبين في الدقائق الأخيرة، والخمس دقائق الأخيرة يرتفع الأداء في الجانبين، وإن شاء الله يكون مشهدا وتحفيزا لعمل كبير في شوط المباراة الثاني بالتأكيد. ملعب الكرة، مشعل السعيد
يمر بالكرة لبدر خميس. خميس عمل فردي ممتاز جدا، لكن لعب مستأنف. الكرة ملعوبة لسلطان النمري، يمر باكثر من لاعب، راوغ يكسب خطأ. القرار ما فيها شيء، اللقطة الماضية القرار واللقطة ما فيها شيء والله. أكثر ما أقول إن في قرارات خاطئة، لا أتركها للمتخصصين، لكن أقول في أكثر من لقطة فيها سوالف، فيها أحاديث، فيها شد وجذب، فيها لنا ولا علينا من جانب الجمهور الاتحادي والتعاوني. الكرة ملعوبة الآن، نلعب في الوقت البدل ضايع الآن، ملعوبة الكرة الآن تمر اتحادية وإبعاد من جانب دفاعاتي. إثارة آخر الشوط الأول جميلة من الجانبين، إثارة جميلة من الجانبين الفريقين في مباراة الذهاب. 5-3 8 أهداف هذا الوقت البدل ضايع طبعا دقيقتين. 8 أهداف في مباراة الماضية. هل مباراة الذهاب أخذت كل الأهداف اللي يملكها الفريقين في مواجهاتهم الآن الإياب في بريدة حتى الآن في نتيجة سلبية، لكن مع الأداء في آخر 5 دقائق من زمن شوط المباراة الأول يبدو أن موعودون بوضع آخر في شوط المباراة الثاني. ماتياس كيك سلوفيني مع السعودي المساعد عبد الله غراب. ضربة مرمى الآن، فهد ثنيان تعاونية يلعب كرة فهد. إثارة في شوط المباراة الأول في آخره. ناصر البيشي في الوسط، ناصر يلعب كرة أمامية يبعدها اللاعب حمد المنتشري. سعود لفهد ثنيان. الأوراق طبعا بالنسبة للدكة، بالنسبة للاتحاد الضيف الدكة: علي المزيدي حارس مرمى، يحيى دغريري، أحمد عسيري، علي مسعود، محمد العمري، عبد الرحمن الرشيدي، فواز القرني. هذا هو احتياط الاتحاد. بالنسبة لاحتياط التعاون: عماد الدوسري، فيصل الجحدري، عبد الرحمن العروان، خالد الدايدي، عبد العزيز محمد، ميميلي ويوسف الخيبري. هذه الأسماء التعاونية. ننتظر بالتأكيد القادم في شوط المباراة الثاني، إلا في المشهد الحاضر الآن في ثواني أخيرة مع نهاية شوط المباراة الأول. الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس بدر الخميس وكرة ملعوبة تأتي الآن. محاولة مرور، الشوط الأول انتهى هناك في الرياض 1-1، وشوطنا هنا في بريدة حتى الآن ينتهي مع نهاية شوط الرياض. إذا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية، النتيجة سلبية، لكن بوادر شوط ثاني بوضع مختلف، بأداء مختلف، أو ممكن بنتيجة مختلفة. المحترفين ضربة البداية مع شوط المباراة الثاني الآن ننتظرها بصافرة الحكم الدولي فهد العريني في انطلاقة شوط المباراة الثاني الآن بين التعاون في ملعب في بريدة وبين الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز ببريدة. ضربة البداية إذن بسم الله الرحمن الرحيم تنطلق الآن في المباراة، وبنفس التوقيت أيضا ينطلق شوط المباراة الثاني أيضا في الرياض بنفس التوقيت وبنفس اللحظة تنطلق أيضا المباراتين. والكرة ملعوبة الآن تأتي إلى خارج أرضية الملعب. أصحاب الأرض: حراسة المرمى فهد ثنيان، ظهير أيمن سلطان اليامي، قلب دفاع 5 نايف الحارثي، قلب دفاع أيسر 12 محمد أمان، ظهير أيسر سعود الخيبري، ناصر البيشي 8 7 عبد الرزاق الحسين. كرة ملعوبة الآن تعاونية مع عبد الرزاق الحسين، يجهزها لكن قصيرة شوية، يمر فيها بشكل جيد. الكرة تمر من أمامي أحمد الحربي إلى خارج أرضية الملعب. 8 ناصر البيشي، 7 عبد العزيز الحسين، طرف أيسر حسين النجعي، طرف أيمن علي تركي، موجود أيضا أحمد الحربي اللي أمامنا هنا الخبير، وفي الأمام بدر الخميس. هذا هو التشكيل المستمر منذ شوط المباراة الأول مع فريق التعاون الاتحاد: مبروك زايد، باولو جورج، علي الزبيدي، حمد المنتشري، مشعل السعيد. لاعبي محور: سعود كريري معا خضري، طرف أيمن وندل، طرف أيسر صالح الصقري، سلطان النمري خلف نايف هزاسي. ملعوب الكرة صالح الصقري الآن يتقدم في الجهة اليسرى، كرة إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. ضربة زاوية الآن قادمة، ضربة زاوية الآن قادمة لصالح فريق الاتحاد مع شوط المباراة الثاني. تلعب الكرة الآن مع الفريق الاتحادي مع باولو جورج. باولو مع ضربة الزاوية مع انطلاق شوط المباراة الثاني. الاتحاد ركنية سادسة 5 في الشوط الأول، وأغلبها كانت خطيرة مع تأهب جماهير الاتحاد هنا في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز على القائم الأول أكثر من مرة. باولو الكرة ملعوبة الآن تأتي
رأسية متابعة لعلي زبيدي بالراس، ملعوبة الكرة الآن تعاونية عالية سهلة لفريق الاتحاد مع معن خضر العائد. تلعب الكرة الآن بدر يلعبها ممتازة ممتازة، انفراد تعاوني، انفراد جول. منصور النجعي يحرك شوط المباراة الثاني. صفقة الاتحاد في الصيف وصارت للتعاون وجت من منصور انفراد يترجم منصور النجعي في المرمى. لعبة وأي لعبة يا خميس، اتدلع يا منصور. انفراد أخذ المكان والزمان والوقت للتسديد واهتزاز الشباك الاتحادية. منصور النجعي هدف أول، أو حسين النجعي هدف أولا لفريق التعاون. 1 حسين النجعي، سامحني يا حسين. هدف تعاوني وحالة انفراد. انت شوف كيف جت الكرة، شوف كيف حولها الخميس، وشوف كيف اتجه للمرمى باتجاه المرمى. تحركات هداف، تحركات مميزة للاعب حسين النجعي. ملعب الكرة تأتي لردة الفعل. والله كان بيني حديث واحد الجماهير يقول ان اتوقع في شوط المباراة الثاني في اهداف، وتحديدا راح يكون البادئ هو التعاون. وفعلا اتت البداية مبكرة عبر تمريرة الخميس للطرف الايسر حسين النجعي. خطأ الان موجود لصالح فريق التعاون. حرك المباراة اصحاب الارض يضربون مع بداية شوط المباراة الثاني ويحركون الاجواء هنا في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة. 11 خطأ الاتحاد، 7 التعاون. ملعب الكرة الان تأتي إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. التعاون بالتأكيد هذه المباراة ثمينة جدا، لأن التعاون سيكمل مباريات 14 وراح يكون إذا ما حقق هذا الفوز اللي حتى الآن موجود باليد ويجب أن يقاتل عليه لمدة 40 دقيقة قادمة مع زمن شوط المباراة الثاني. 9 نقاط، يعني 10 11 12 يتخلص من المركز بالتأكيد المقلق 13 وهو مركز الهبوط. وإن كنا نتحدث عن جولات عن دور ثاني بأكمله قادم في مبارياته. ملعب الكرة للاتحاد ما هي ناقصة. المشجع الاتحادي يقول بالتأكيد مع هذه النتيجة والله ما هي ناقصة. ملعب الكرة كرتين أصفر للاتحاد، 1 التعاون، وكرة ملعوبة تأتي سلطان اليامي وهو خطأ لصالح فريق التعاون. أجواء تسير إيجابية لصالح التعاون وبشكل كبير جدا. هدف والآن الرتم يأتي لصالح التعاون، الاحتفاظ بالكرة وإخماد فورة وردة الفعل الاتحادية على هدف التعاوني ينجح بها حتى الآن فريق التعاون. ماسك الكرة، مسجل هدف. إذا سجلت هدف ومسكت الكرة بشكل جيد تناقلتها بشكل كبير بين لاعبيك بالتأكيد هذا يسلل صعوبات للفريق المتأخر بالنتيجة، خاصة وإن كان الاتحاد بوضعه، خاصة وإن كان الاتحاد باسمه، خاصة وإن كان الوضعية الآن مع تقريبا خاتمة الدور الأول مع الاتحاد يعني ذلك، أو هذه تقريبا انطلاقة الدور الثاني تحتسب هذه المباراة، لكن عنده مباراة مؤجلة طبعا واحدة الاتحاد، يعني يعتبر وضع بالتأكيد غير جيد. لكن ننتظر دقائق مثيرة قادمة أشعلها التعاون وننتظر القادم في كرة ثانية الآن، لكن تخرج. هذا هنا ماتياس كيك بالتأكيد اللي أعرب عن عدم رضاه على الأخطاء في التمريرات في مباراة الكلاسيكو، والآن بالتأكيد غير راضي على التأخر وعلى كرة بدر الخميس سجل نص الجول اللي سجله حسين النجعي. وين الآن مع الكرة الثابتة يلعبها وملعوبة والكرة تمر لتأتي في الطرف الأيمن أو الأيسر حسين النجعي. بدر خميس واحدة ثانية لعبد الرزاق للخميس تمر. مشعل السعيد يلعبها بالراس تأتي في الوسط، محاولة إبعاد سعيد عالية لتأتي الضغط من صالح الصقري. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا لاعب نايف الحارثي قلب الدفاع، يغيب أكثر من لاعب في الدفاع لصالح فريق التعاون. ذياب مجرشي، الشكير رجيبي وتدني المستوى
الفريق التعاوني دفاعيا يعني يعاني، لكن سجل هدف يتقدم الان حسين النجعي. حسين يردها الخميس، حسين الخميس يبعد تمر، تعثر والكرة تمر خطيرة. مرتدات نار للتعاون، قاتلة للتعاون في مرمى الاتحاد. بأي لحظة التعاون ربما يرتد ويسجل على الدقائق وعلى الوضع اللي نشوفه أمامنا. أي مرتدة تعاونية قد تأتي بالثاني، وعمل كبير اتحادي الآن للتعديل. ملعوب الآن باولو يلعبها في الطرف الأيمن على إبعاد من اللاعب محمد أمان إلى خارج أرضية الملعب. راحة من جانب جماهير التعاون، بينما هدوء وبعض التحركات من جانب جماهير الاتحاد. كرة ملعوب الآن سلطان النمري بالقدم اليسرى يمر، يحاول يسدد، يلعبها العالي نايف، لكن بالراس يلعبها نايف الحارثي لتأتي لمعن خضري. يلعبها الآن ملعوبة مشعل السعيد في اليسار صالح الصقري على الاتحاد وردة الفعل. العودة التعديل، الاتي متأخر وكرة ملعوبة الآن صالح يتحرك يعيد الكرة. طب الأجواء في بريدة مع اقتراب الوقت لليل شوية تستبرد الأجواء، وبالتالي الاتحاد يبغى يسخر مع الوضعية الحالية، وبالتأكيد مو حاس بالبرد مع هذه النتيجة الحاضرة مع بداية شوط المباراة الثاني. سلطان اليامي ملعب الكرة، صالح الصقري بفورمة جيدة، ملعب الكرة الآن علي التركي، التعاون المتقدم الواثق الماسك الكرة، لكن سقوط لاعب التعاون. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، من جانب لاعبي التعاون. هنا الدخول الماضي اللي تعثر فيه ناصر البيشي، ودخول صالح الصقري الماضي يسقط منه ناصر البيشي. إخراج الكرة الآن وملعوب الكرة الآن علي تركي، ملعب الكرة بدر خميس، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللعبات ما يلعبها أي لاعب، اللعبات اللي لعبها بدر خميس اللي يقولون عنها نص الجول. أتذكر أهداف بنفس الطريقة، اللاعب اللي يمرر حتى من غير ما يشوف، يتوقع ويعرف الأماكن ويطلق التمريرة اللي قادم من الخلف، ولكن عادل يستقبلها واحد يستاهل. وفعلا حسين النجعي يستاهل بطريقته. ليش؟ لأنه أخذ الاتجاه المرمى مباشرة، قطع المدافعين، قطع الكل، واختار اللحظة المناسبة للعب الكرة في المرمى، وكان الهدف لفريق التعاون. غريغوري آخر مباراة يشرف عليها لفريق التعاون، يبغى يودع مهمة الإشراف للفريق الأول على فوز على فريق كبير. بدر صاحب نصف هدف، يلعب عرضية، جول كلاكيت ثاني مرة. الخميس وحسين، الخميس والنجعي، يا هي ضربة يا هي قوية. 2 للتعاون. بدر الخميس وش يسوي، وش يعمل، وش يصنع، وش يلعب. غريغوري شكلها وداعية حلوة. بدر الخميس شوف ماشية بسلاسة بدلع، تقول اتدلع يا حسين، اتدلع يا حسين. بدر الخميس يصنع أحلى يوم لحسين النجعي مع التعاون، أحلى يوم لحسين النجعي بقميص الأصفر. اللاعب اللي كان يبغى ينتقل للاتحاد شاهد الأقدار للتعاون ويسجل في الاتحاد. 2 في الاتحاد، 2 من حسين النجعي، خاصة لهذا اللاعب حسين النجعي يسجل في مرمى الاتحاد هدف و2. ومع بداية شوط المباراة الثاني التعاون 2 الاتحاد شيء. الكرة هنا إلى خارج أرضية الملعب. ماذا يحدث مع الاتحاد؟ ماذا يحدث للعميد؟ ماذا يحدث للإتي في بداية شوط مباراة ثاني؟ الاتحاد يتأخر، ومن نفس اللاعبين في الإحصائيات، في موقع إحصائيات الدوري السعودي، في موضوع اللي هو أكثر لاعبين متجانسين، والأفضل حتى الآن هم كاماتشو وفيكتور سيموس. لكن في هذه الجولة راح يكون بالتأكيد الثنائي اللي أمامنا، بالتأكيد الخميس وحسين النجعي. في كل تمريرة يصنع الإبهار. الحقيقة الهدفين، واحد للخميس وواحد للنجعي، اقسمها بينهم. هذا الكرة معاه الهداف اللي يصنع، الهداف اللي يراوغ، يحضر على الكرة الآن الخميس، تألق ما بعد التألق. الخميس يحول الكرة الآن للقادم الخلف، قاري الملعب، شايف الملعب، يلعبها الآن لسلطان اليامي، يتجلى التعاون. هنا كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس
وضعية تعاونية كبيرة مع بداية الشوط المباراة الثاني، والاتحاد حتى الآن يريد التعاطي والتعاون مع القادم، ويبدو أن ماتياس كيك راح يدخل بالتأكيد دغريري، الشاب دغريري راح يكون حاضر، وبالتأكيد مع هذه الوضعية راح يلعب للهجوم. هذه كرة ملعبها سلطان نمني، مؤهل للخروج، يحاول بالكرة يلعبها سلطان ويندل لباولو جورج. اتحادية في لاعب تعاوني ساقط، باولو يستأنف اللعب، يمر بالكرة، يحاول يلعبها لنايف، يبعدها بالراس الآن نايف الحارثي. باولو مرة أخرى يحولها في اليسار، صالح الصقري يخرج الكرة الآن إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، والاتحاد راح يغير ودغريري فرصة ظهور للاعب المنتقل طبعا من حطين، وانتقل الاتحاد، ومثل ما توقعت النمري اللي حقيقة لا يظهر بأداء الكبير صاحب هدف جميل في مرمى النصر. سلطان نمري يترك مكانه لصالح اللاعب اللي أمامنا الآن يحيى الدغريري، التايجر الاتحادي المميز وراس الحربة في بطولة كأس العالم للشباب المميز، وراس الحربة واللاعب المتحرك الآن يسعى لكي يظهر باسم بأداء على صعيد قميص الفريق الأول. يحيى الدغريري الآن في مباراة يدخل فيها فريق يلعب في أقل أو في قادم نصف ساعة متأخر بهدفين، ونشاهد القادم الآن في الهجوم. راح يلعب الاتحاد، خرج لاعب وسط ودخل مهاجم، وبالتالي نايف الزازي، يحيى الدغريري خلفهم، صالح الصقري ويندل وسعود الكريري مع الخضري في المحور. هذا هو التشكيل فريق الاتحاد، 4-2-2-2 للهجوم الاتي. ونسعى ونشوف ونعمل وإن شاء الله نستمتع في القادم في الدقائق النصف القادمة. هذا الدخول الماضي من حمد المنتشري، وعلي التركي راح يتمسك بيدينا وبأسنانه في نتيجة المباراة فريق التعاون، لأنها هذه نوعية المباريات لما فريق يكون بوضعية التعاون مركز 13 واقتناع التعاونين على أنهم أفضل وأرقى من الوضع اللي هم فيه الآن المركز 13، ويفوزون على فريق كبير، حتى لن أقول يفوزون بين قوسين، نلعب في نصف ساعة الآن باقية، يفوزون على فريق كبير ويعملون ويرون بأنهم بهذه الانطلاقة راح تكون انطلاقة قوية، وانطلاقة ربما إلى عديد النتائج الإيجابية لفريق التعاون. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تفوز على الاتحاد مثلا وتعدي هذه المباراة، وبعد ذلك وش عنده التعاون؟ وش عنده من المباريات القوية. وكرة ملعوبة الآن تأتي للتعاونية ملعب عرضية، فرصة جول، عدت بالخميس، بقى دور الخميس، وكادت الخميس أي مرتدة تعاونية قاتلة للمرمى الاتحادي، هذه كرة، والكرة بيد مبروك زايد. ضغطة قوية، الجمهور وصل عندي الرقم للحضور الجماهيري في مباراة اليوم، لكن التعاون ما خلاني أقول العدد. هذه الكرة لمسها والله على القائم يا بدر، مباراة كبيرة لبدر الخميس. الحضور يا جماعة 9632 الحضور في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، 9632 الحضور في مباراة التعاون والاتحاد. نصف ساعة باقية، فورمة عالية يقدمها للفريق التعاوني وخاصة النجمة بدر الخميس. ملعوب الكرة الآن مع الخضري، وضعية صعبة يتخطاها الاتي ويصنع انطلاقة قوية. أم هل تكون عودة وانطلاقة تعاونية للبقاء في دوري زين، أو ربما أكثر من ذلك؟ ملعوب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، ملعوب الكرة الآن صالح الصقري، وبعد الكرة يأتي من نايف الحارثي، تأتي إلى خارج أرضية الملعب، هنا نايف الحارثي. عاد التعاون عنده ميغيل نيميلي، هذا اللاعب ممكن يصنع الفارق، وممكن أوراق الآن يلعب فيها المدرب الروماني في وداعية إشراف واستقبال لستريتشكو الذي سيأتي غدا
غدا الأحد لاستلام المهام لفريق التعاون. ستريتشكو صاحب الإنجاز المهم واللي مر بالعديد من الأندية القادمة من الشارقة الإماراتي. ستريتشكو الذي حقق المركز المميز مع الفريق البحريني في بطولة كأس آسيا 2004. ستريتشكو غدا سيشرف على فريق التعاون. ستريتشكو بالتأكيد يشاهد مباراة تشجع على استلام سكر القصيم اللي يقدم في مباراة اليوم فعلا أداء كبير من برازيل القصيم، أداء برازيلي من أمام بالتأكيد لتي العميد الكبير المونديالي. لكن في مباراة اليوم يعاني المونديالي الحربي. يصنع الكثير أحمد للخميس، ولكن الكرة في موقف تسلل. ماذا يصنع الخميس اللي أمامنا هنا؟ مهاجم بالتأكيد الورقة الأساسية مع المنتخب السعودي. والفارق في شوط ثاني وكأنك ما له أي علاقة في شوط المباراة الأول. اللي يشوف الشوط الثاني وكأن شوط المباراة الأول يعني مباراة قبل سنتين، قبل 3 سنوات، كأنها يعني ما له علاقة باللي نشاهد الآن. وضع مختلف الحقيقة، خاصة من التعاون. كرة ملعب الأول وبوجود فهد ثنيان. التعاونين ربما راح يسعدوا بالقادم، ربما ب3 نقاط. ملعب الكرة لمسجل الهدفين واللي لازم يشكر بدر الخميس ويقدم له حتى هدية لبدر الخميس على الكرتين. لكن نشوف الهدية تكون في الملعب ولا برا الملعب لحسين النجعي. ملعب الكرة الآن في الوسط، ملعب الكرة الآن مشعل السعيد. الإتي في وضع صعب، الإتي متأخر بالنتيجة، الإتي في المركز الخامس. الإتي سيختتم بهذه الطريقة الدور الأول في المركز الخامس. الإتي 21 نقطة، الإتي خلف الفتح والنصر ب20 نقطة. الإتي هل يتغير ترتيبه عما حدث في المواسم الماضية؟ ملعوب الكرة، ناصر البيشي يلعبها لصاحب الهدفين حسين النجعي. فيها شيء التعاون ولا لا؟ فيها شيء السكر. وش تسوي يا حسين؟ هذا رد ولا كيف؟ حسين النجعي اللاعب اللي كان خلاص موقع للإتي واللي كان لحديث بيني وبينه في أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد في بطولة الرياض الدولية. قلت له وش السالفة؟ انت خلاص انتقلت الاتحاد. قال كل شيء نصيب والأمور ما تمت على خير، وشكله في مباراة اليوم يظهر ماذا خسر الإتي ويلعب كرة يبغى يهدي البدر، لكن بدر هذه عدت منه إلى خارج أرضية الملعب. مباراة كبيرة للنجم اللي مر بسنوات كبيرة. شوف الكرة هذه كرة هاتريك، لو جت جول أي مباراة يا حسين. شوف الركنة على العارضة. مرات اللاعب إذا بغى يرد بعنف في أرضية الملعب، وهذا ما يحدث من حسين النجعي. أي رد للإتي الآن في القادم من الدقائق. سعود كريري يحاول في الجهة اليمنى، يلعبها مع الخضري. ملعب الآن يتقدم فيها صالح الصقري. ممتازا معا موهبة الاتحاد وندل، لكن شوف خش عليه كيف دخل المدافع الامام النايف الحارثي. هذه دخلت مدافع، دخلت لاعب مركز، دخلت لاعب متابع. الكرة الى خارج ارضية الملعب. ضربة زاوية 25 دقيقة باقية من الإثارة الموجودة الآن في هذه المباراة اللي تأخذ كل الأنظار. 7 ركنيات الإتي ولا جول. مرت الكرة البيشي ناصر، ضغط موجود زبيدي، قاتل البيشي. تأتي الآن اتحادية دغريري، يظهر دغريري لكن يفتكها البيشي بقوة. سلطان اليامي ملعب الكرة، دخول قوي، خطأ لصالح الاتحاد ولصالح اللاعب علي تركي. هذا اللاعب علي تركي الجناح الايمن. ملعب الكرة الان احمد الحربي يلعب كرة الان لعبد الرزاق حسين. التعاون بهذه الطريقة راح يجيب الثالث، راح يحقق نتيجة كبيرة. عبد الرزاق المراوغ يصنع الفارق. ملعوبة حسين وبدر، الكرة فيها رأي. انت بقميص التعاون تلعب مع التعاون، تلعب مع لاعب مثل حسين النجعي. اي لاعب راح يحاول انه يهدي الكرات لحسين على فورمة حسين، على وضعية حسين، يقدم دقائق جيدة. ممكن
بهذا الرتم حتى الان. ذكرت لكم مع بدايه شوط المباراه الاول اي مرتده او بدايه شوط المباراه الثاني اي مرتده تعاونيه قادر على التسجيل سجل 2. وبهذه الطريقه الاتحاد اذا ما تدارك نفسه ممكن يخسر ب3. ويندل يراوغ، ويندل العوده مع ويندل، لكن كره تعود مرتده القاتله لكن علي زبيدي يبعد الكره. شايفين اي كره تقطع في الهجوم الاتحادي معنى ذلك خطوره كبيره. ملعوب الان دغريري يلعبها ممتازه لي نايف الزازي ابعاد ياتي من محمد امان، راسيه معا تاتي الكره عبد الرزاق، مرور يمر بشكل جيد من سعود، لكن سعود ما يمر منه اي احد بسهوله. معا خضري يعيدها لزبيدي اللي يلعب في قلب دفاع في مباراه اليوم مع الغيابات، يلعب كره عاليه تاتي الان بمتابعه مين؟ محمد امان، سهله بامان لسعود، يتجلى التعاون وحسين. هذا اول خطا بعد الهدفين. تاتي الكره الان لمعا، رد الاتحاد الان مع هذه التمريرات. هذه على فكره ممكن تكون عكسيه، تكون على التعاون الاستعراضات تاثر، لكن هذه حلوه، هذه الهديه بدر الجول. لا مع مبروك زايد ما اخذ الهديه، ما استفاد من بدر الخميس، استفاد حسين، لكن علي التركي في هذه الكره لم يكن قاتلا لنتيجه المباراه. الكره عدت وفيها ممكن رغبه اتحاديه اخرى وحرص الان بدقائق حاليه على التخليص والعوده بالنتيجه. ملعب الان دغريري الان يحيى يحول الكره سعود، ملعب الكره الان مع خضري تلعب باولو بالمهاره يلعبها، شوف كيف اخذ الكره الان ناصر البيشي مع حسين. ناصر التعاون الان ممكن ويصير له الوضعيه الصعبه ممكن اللي مرت باغلب مبارياته، عدم التركيز ويخسر النتيجه ممكن اللي ماسكها الان بيده. رزاق الحسين في تدخل ماضي، الكره ملعوبه 7 تصويبات التعاون 4 الاتحاد. كره ملعوبه الان لمنتشري، دغريري ما هو في مكانه، يلعب كره الان في الجهه اليمنى، باولو جورج صافره ورايه وتسلل على باولو جورج. هنا باولو جورج والرايه والتسلل اللي امامكم واضحه. ملعب الكره الان نجع حسين للخميس، يتابع كره الى خارج ارضيه الملعب فعلا جريجوري وستريتشكو، وداعيه جميله لجريجوري واستقبال جيد بالتاكيد لكريشكو يوقع العقد، واللي بالتاكيد يتابع المباراه ويجد فريقا يؤدي بشكل كبير امام عميد الانديه السعوديه. حسين نجعله يلعب العرضيه، فرصه الجول مرت الثالثه، مرت تعاونيه من علي التركي، كاد الثالث والهلال يسجل الثاني في مرمى هجر، ويبدو ان الهلال لاول مره يصبح متصدرا لدوري زين. الهلال يسجل الثاني في مرمى هجر. عبد الرزاق حسين تعاونيه الان يحولها بالراس، نايف الحارثي راسيه نايف الزازي، تسديده وتمر الى خارج ارضيه الملعب، ضربة مرمى 2-1. الهلال يعود بالنتيجة في مرمى هجر. وهنا الاتحاد مع التعاون صاحب الارض التعاون يتقدم بهدفين، وهذه راسية نايف الحارثي ونايف الزازي بالتأكيد المميز بالكرات الراسية. ملعب الكرة الآن تعاونية 70 دقيقة، نلعب في آخر 20 دقيقة. النتيجة كما هو ظاهر 2-0 للتعاون بصناعة بدر الخميس بتسجيل حسين النجعي. ملعب الكرة طبعا انا قلت منصور هو حارس القادسية، لكن حسين النجعي هو الحارس اللاعب والمسجل في مباراة اليوم. حسين النجعي صاحب الهدفين في مباراة اليوم. وكرة ملعوبة الآن مع خضري يتقدم ياخذ المساحة الجيدة، تحركات جيدة، لكن انقطاع أكثر من كرة اتحادية. يبدو أن ماتيس كيك ينتظر عمل كبير في الوحدات التدريبية مع الفريق الاتحادي. هذه كرة ملعوبة ومبروك زايد يسيطر على الكرة، مبروك زايد.
كرة ملعوبة صالح الصقري، هداف حتى الآن فيكتور سيمونز ب 15 هدف. والحقيقة اللي يبدو أنه كرأي شخصي متواضع هو أفضل أجنبي حتى الآن في الدوري زين السعودي للمحترفين. مذهل ومميز فيكتور سيمونز، وممكن يكون أحد الفوارق في هذا الموسم مع الفريق الأهلاوي في بطولة دوري زين، اللي يبدو أنه الحقيقة راح يكون فيه بطل على غير المعتاد. الحقيقة كرأي شخصي متواضع، لأن الأسماء الحاضرة في السنوات الماضية ممكن يكون فيها تغيير، لكن الهلال على فكرة يتقدم كما ذكرت لكم على فريق هجر بهدفين مقابل هدف واحد، ومع ذلك يتصدر على الكرة والعمل صالح الصقري باليمنى يلعبها عرضية العود نايف الحارثي. الكرة إلى خارج أرضية الملعب ضربة زاوية، خارج أرضية الملعب ضربة زاوية. الهلال يقفز من الثالث إلى الأول ب 35 نقطة إذا ما أنهى مباراته مع هجر 2-1. نايف الحارثي ساقط على أرضية الملعب، جهد كبير جدا، ظروف مر بها بالتأكيد سمعتم عنها كثيرا للفريق التعاوني، معاناة الملعب، معاناة التمرين، الأمور الكثيرة اللي أودت بالتعاون بالتأثر في مستوياته، حتى ممكن التضحية ببطولة كأس ولي العهد. لكن الآن يحاول، وغريغوري الآن يبدو أنه يريد توديع هذه المهمة المؤقتة في إدارة الفريق التعاوني بنتيجة كبيرة أمام العميد الاتحادي اللي حتى الآن يتقدم عليه بهدفين مقابل لا شيء. ستريشكو طبعا قادم غدا لإشرافه على الفريق التعاوني. ستريشكو إيور تشيتش قادم من الشرق الإماراتي، ضربة زاوية الاتحادية. باولو جورج يلعب الكرة الركنية الثامنة رأسية، 8 ركنيات الاتحادية ما سجل منها حتى الآن، 8 ركنيات اتحادية ما سجل منها حتى الآن. الآراء مختلفة الحقيقة في الاتحاد، الهلال والاتحاد مع نور، الاتحاد من غير نور، اليوم الاتحاد من غير نور. الفارق واللي تأثر في مباراة الكلاسيكو، الاتحاد حتى الآن في هذه المباراة بالتأكيد في وضع مختلف بشكل كبير جدا. ملعوب الكرة حسين النجاعي، عبد الرزاق حسين لاعب اللي قدم دقائق كبيرة أمام نجران في الدقائق الأخيرة، والآن نحن في دقائق أخيرة ربع ساعة. حسين النجاعي يلعب كرة، والكرة شوف حسين النجاعي على فكرة لاعب اللي سجل هدفين من صناعة لاعب بدر الخميس، يحاول بأي طريقة يرد الأمور لبدر الخميس. وكرة مرمى أحمد عسيري يستعد للنزول من جانب فريق الاتحاد، مدافع أحمد عسيري اللي سجل في مرمى التعاون في أول أهداف دوري زين في مباراة الذهاب بين الفريقين. في مباراة الذهاب 5 فاز الاتحاد، والتعاون في طريقة الآن للعودة بنتيجة دقيقة 9 شهدت هدف أحمد عسيري اللي ينتظر الدخول، وممكن يريد العودة بالنتيجة. هذه كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب. تغييرين في الجانبين، الفريقين اللي راح يغيرون في الجانبين، ثاني تغيير الاتحاد وأول تغيير للتعاون. الاتحاد يدخل اللاعب أحمد عسيري، أحمد لكن في عودة للعسيري، يبدو التغيير راح يتم لي عسيري يعود الآن، لكن التعاون يأكد تغيير الآن، يخرج اللاعب رقم 17 سعود الخيبري، يدخل اللاعب فيصل الجحدلي. سعود الخيبري يترك مكانه الظهير الأيسر، يبدو أنه لا يستطيع إكمال المباراة. سعود الخيبري خارج أرضية الملعب، وأحمد عسير الآن القرار راح يكون حاضر، لكن توجيهات خاصة لأحمد عسير اللي أمامنا هنا. إذن أحمد عسيري لأرضية الملعب، بينما فيصل الجحدلي هنا مكان سعود خيبري. التغيير اللي تم لصالح فريق التعاون، فيصل الجحدلي، هذا سعود الخيبري الخبير
ولاعب طبعا ايضا من انتاجات نادي الاهلي. يتم التغيير الان، يخرج اللاعب الاتحادي رقم 12 وهو معن خضري. معن خضري خارج ارضيه الملعب، يلعب بمحور واحد وهو سعود كريري، ويلعب الان احمد عسيري. لكن كيف وضعه في الملعب؟ كيف وضعه في الملعب احمد عسيري؟ المشاهد في الدقائق القادمه، نشاهد في الدقائق القادمه مع الخضري دقائق جيده، ولاعب ينتظر الكثير منه في القادم من المباريات. النتيجه امامكم 2-0 للتعاون، 2-0 تعاونيه الاتحاد، والباقي من الدقائق ملعوبه. 13 دقيقه باقيه، تلعب الكره الى خارج ارضيه الملعب. سعود الخيبري هنا بالسلامه ان شاء الله للخبير والاكثر خبره في خارطه التشكيل. تعاونيه الان ناصر البيشي بدر لمسات فارقه، يحاول في كره يكسب منها الحقيقه بلا مبالغه. بدر الخميس بلا مبالغه. اتمنى من ريكارد انه يشوف لاعب بدر الخميس، وبالتاكيد راح يكون هناك نظره لهذا اللاعب خاصه في هذه المباراه، لما تلعب بامكانات هذا اللاعب اللي كيف يحجم على المدافعين، كيف يحضر على الكره، كيف يكسب الاخطاء، كيف يمرر، كيف يصنع، كيف يتحرك. حقيقه فارق بشكل كبير جدا وفي فريق التعاون. حسين يخليها هاتريك، حسين والى خارج ارضيه الملعب. حسين النجعي للتذكير لمن ممكن لم يسمع عن خبر انتقال حسين النجعي في بداية الموسم، في منتصف الموسم الاتحاد تعثرت الأمور في وسط المفاوضات، وكان في إعلان حتى وأخبار صحفية عن انتقال للاتحاد، لكن بعد ذلك يتوجه للتعاون. وحسين النجعي يسجل هدفين في مرمى الاتحاد في هذه المباراة الخاصة للاعب حسين النجعي. خطأ لصالح فريق التعاون، لصالح اللاعب ناصر البيشي بقرار الحكم فهد العريني. البطاقات اغلبها كانت مجانيه الحقيقه. هذه التدخلات القويه بدات بالظهور الان. كره ملعوبه الان، اللعب مستنف التعاوني، ملعوبه الان الجحتي البديل، يلعب عرضيه وتابعت علي التركي، مرت من كل الاتحاديين. علي التركي حافظ عليها، يحافظ على الكره، يكسب فيها وقت. الكره تمر الان، علي التركي يحافظ على الكره بشكل جيد. مشعل السعيد مع ويندل يلعب العرضيه، ممتاز العمل اللي قام فيه علي التركي، استهلاك بشكل جيد هذا اللاعب، لاعب الوسطي الايمن. والاتحاد عنده لاعب قادم شاب اسمه عبد الرحمن الرشيدي، لاعب تقريبا الشاب قادم من الجبلين تقريبا. عبد الرحمن الرشيدي ورقه قادمه للاتحاد. غيابات الاتحاد عنده غيابات يجب ان تذكر وبالاسم، لكن هذه الكره ملعبه ويندل، فرصه تخليص، يسقط ويندل. احتجاجات القرار، ركله جزاء اتحاديه. ويندل بخبره، ويندل بقدره، ويندل ياتي بركله الجزاء. فهد العريني يعلن عن ركله جزاء للاتحاد. 10 دقائق راح تكون ملتهبه، أن تكون عودة اتحادية للنتيجة وربما إلى أكثر من ذلك، أو تكون بتألق قادم. شوف كيف البرازيلي كيف يتصرف. سلطان يامي بالدفاع، وشوف ويندل كيف يعمل الفرملة وين، ويعمل السقوط وين. والهلال يسجل 3 على هجر، والاتحاد ربما يقترب للتخليص. ويندل نفسه يسدد. هل يظهر فهد أم هل يقلص ويندل؟ مع فهد ولا مع ويندل؟ نشوف التغير القادم في نتيجة المباراة. ويندل الصقر راح يدخل اللاعب عبد الرحمن الرشيدي يدخل، ودخلته ممكن تكون دخلة خير اتحادية قادمة. 10 دقائق. ويندل والركلة، صانع الركلة ويندل ولا فهد؟ فهد. جول الاتحاد يعود. العميد 10 دقائق، هل تكون كافية للعميد للعودة بنتيجة المباراة؟ هل يصنع بها العميد العودة؟ هل يصنع بها العميد
الانطلاقة، العودة ب10 دقائق الآن. راح يدافع التعاون، عبد الرحمن العروان يدخل مكان علي تركي، راح يدافع التعاون. العروان لاعب مدافع قوي يدخل لأرضية الملعب، راح يمسك كما ذكرت لكم بيدينا وبسنونه بنتيجة المباراة. فريق التعاون يبغى يطلع، يبغى ينطلق في دوري زين، والآن يدخل لاعب بإمكانات بدنية ويخرج اللاعب اللي قدم مباراة كبيرة علي التركي في لاعب الطرف الأيمن، يخرج من المباراة يدخل لاعب اللي يقوم بأدوار قوية جدا في الوسط الدفاعي وفي دفاع عبد الرحمن العروان. خذوا إثارة، خذوا متعة في الدقائق القادمة. وندل جاب ركلة جزاء وسجلها، البرازيلي نجم بوردو وبطل الدوري الفرنسي مع بوردو الفرنسي. هذا علي تركي بالتأكيد له مجهود يذكر ويشكر عليه. علي تركي اللاعب اللي يقدم مستوى بالتأكيد جيد الأساسي مع الفريق التعاوني. الهلال 3-1 على هجر ويعاقبه على الهدف اللي سجله، والهلال يفتك الصدارة للجولة من الجولة 14. إذن الهلال يتربع على دوري زين حتى الآن. رمية تماس، لكن دورينا حلو في كل جولة تشوف المتصدر، أو يعني شفنا مختلف الأسماء قادرة على إحراز اللقب، من ابتداء من الاتحاد أول جولة، ومن ثم دخل الشباب، دخل الأهلي، دخل الاتفاق، طول الشباب في الصدارة، افتكها اليوم الهلال حتى الآن. رمية تماس الآن موجودة باولو جورج. هذا عبد الرحمن العروان دخل في أرضية الملعب مكان علي التركي، وملعب الكرة الآن نلعب في 7 دقائق باقية بالضبط أعلى الوقت الرسمي. الزبيدي يلعبها الآن إعادة، هذا عسيري الدفاع الاتحادي يبدو راح يلعب ب3 اللي واضح اللي أمامنا. تقريبا عسيري هو الوحيد المتأخر والجميع يتقدم. مشعل السعيد تقريبا في الوسط يلعب دغريري يظهر وما يظهر في المباراة. ملعب الكرة الآن نايف الحارثي يلعبها سلطان اليامي، شتت الكرة طبعا اللي تسبب في ركلة الجزاء. الاتحادية استهلاك دقائق من جانب التعاون، ضغط الآن، كرة ملعوبة تسديدة من بعيد لكن وين سهلة للاعب مبروك زايد. أحمد عسيري، ملعب الكرة الآن سعود كريري، عالية متابعة تأتي في الوسط التعاونية، مرور بمهارة لكن تعود اتحادية. التعديل الاتحادي صالح دغريري، فرصة اتحاد رأسية العروان البديل. الاتحاد يقترب لقتل الحلم التعاوني بالنتيجة. اليتي يقترب ب10 دقائق بالخبرة. اليتي والكرة تمر إلى خارج أرضية الملعب. زبيدي الكرة في ملعبك يا أتي، تبغى ترجع الأجواء مهيئة للعودة بالنتيجة. مطلوب الآن بالنسبة للاتحاد يقدم جهد أكثر، تركيز أكثر، وراح يعود بالنتيجة. بالنسبة للتعاون يقدم تركيز أكثر، دقة أكثر في استهلاك الوقت لكي يأتي بانطلاقة العودة لمراكز أفضل في دوري زين السعودي للمحترفين. ملعب التعاونية، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. الاتحادية الآن مشعل السعيد، 5 دقائق باقية. السعيد مع الاتحاد، ملعوبة الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا عبد الرحمن الرشيدي اللي دخل في أرضية الملعب، وجه شاب قادم اتحادي في الخارطة الاتحادية مع الغيابات الكثيرة. أبو سبعان، أسامة، عشان أذكرها لكم بالدقة طبعا للإصابة وللإيقافات. طبعا الاتحاد أكثر من اسم يغيب عنا. كرة ملعوبة الآن بحثا عن الرشيدي، رأسية سلطان اليامي، الكرة إلى خارج أرضية الملعب من الفريق الاتحادي. من اللي يغيب عن الاتحاد؟ مناف بوشكين، فهد العنزي. هذه كرة ملعوبة اتحادية إلى خارج أرضية الملعب، أذكرها لكم. اللي يغيبون للإصابة مناف بوشكين، فهد العنزي، محمد الراشد، راشد الرهيب، هذول كلهم للإصابة، زود عليهم محمد نور. اللي يغيبون للإيقاف أسامة المولد، رضا تكر، محمد أبو سبعة. فريق كامل خارج أرضية الملعب. لا أبرر لإنتي، لكن فعلا هذه نقطة تستحق أن تذكر في مباراة اليوم. لكن مع ذلك جمهور ليدي مع هذه الغيابات
لا يرضى بالاداء ولا بالمستوى على الحاضرين، على الحاضر والحاضرين في ارضيه الملعب بقميص الاتي. مرعوب الان احمد عسيري، تصويبات 10 تعاون 5 اتحاد. الاتحاد كانت اكثر من ركله ركنيه، وصل رقم 8 في عدد الركلات الركنيه، لكنه لم يصنع خطورا الا القليل من 8. ويندل الفارق البرازيلي يعدل الوحده، يغير الوحده. دفاع التعاون الان يحاول يرتبك ومن ثم يعود. وانتو عوده بدر نجم المباراه مع التعاون. تاتي له احمد عسيري، شكل الاتحاد ممكن يرجع 3-2 اذا ما زاد بالضغط وصنع ارتباكات. التعاون ممكن يرجع بالنتيجه الاتحاد. سلطان اليامي هنا واجه حقيقه خبره وخبث برازيلي في ركله الجزاء. هذه كره ملعوبه، تاتي الان محاوله. عبد الرحمن الرشيدي مع الاتحاد يحاول في الكره، تذهب الى خارج ارضيه الملعب. رميه تماس اليتي للعوده بالنتيجه بالتعديل على الاقل. الاتحادي بالتاكيد مع التعادل راح يكون في الوسط، لا هو زعلان ولا هو راضي. كره ملعوبه، ابعاد تعاوني. بدر الخميس يقدم هديه النهايه، هنا كره ملعوبه. ويندل التحرك البرازيلي، ملعوبه كريري. باولو اليتي، باولو ملعوبه. تاتي لون ارضيه، جول. متابعه تاتي لون حسين النجعي، حسين المسجل، حسين يلعبها عبد الرزاق وخميس. ملعوبه الان، شوف كيف ياخذ المساحه، شوف كيف يستهلك الوقت بذكاء، يفتح الملعب، يلعبها لبدر الخميس، يلعبها في مكان جيد لبدر. عبد الرزاق الحسين في صراع، بدر يفتك منه الكره بشكل جيد. المدافع الاتحادي حمد المنتشري يمر بالكره الان. حمد لباولو، تخربطت المراكز، تغيرت الامور. ويندل الان راسيه الان مبعده من الجحدلي. ابعاد سلطان اليامي، التشتيت الان العشوائي ياتي. هذا يدل على حاله الارتباك، على حاله الدقائق الباقيه القليله. يشوفون ساعه الملعب الدقيقه 88.5 الدقيقه باقيه. التعاون يعلم بان هذه النتيجه راح تغير في الموسم التعاوني كله. هذه النتيجه راح تغير في الموسم التعاوني كله. التعاون مر بصعوبات كثيره، صعوبات الملعب اللي ذكرت اعلاميا كثيرا، صعوبات الخساره من الديربي امام الرائد، هذه فرصه جول ولكن بيد مبروك سايد. الصعوبات اللي تاثر باي فريق، ويبدو ان غريغوري سيطلق الورقه القاتله الان. ميغيل ميميلي الى ارضيه الملعب، ولو ان تاخر التغيير شويه. ميغيل ميميلي هذا لاعب ياخر لك 3-4 دقائق والكره معاه. خطا الان الاتحاد، ويندل صانع الفارق. بالتاكيد راح يطلع بدر الخميس ويدخل ميغيل ميميلي اللي لم يكن محظوظا، لان في معسكر تركيا كان قد تلقى اصابه، ما استعد مع البدايه. لكن بدر الخميس بالتاكيد تالق، وايما تالق اللاعب اللي يخرج من ارضيه الملعب. هذا اللاعب وله وضع خاص في مباراه اليوم. جماهير التعاون لازم تقدم له تكريم خاص في مباراه اليوم. ليه؟ مباراة واحدة و3 نقاط. أقول لكم ليه. هذه انطلاقة ممكن لن ينساها التعاونيون في موسمهم، في موسم 2011، وراح ندخل في 2012 بعد ساعات، وممكن تكون توديعة حلوة ل 2011. يبدو الاتحاد سيفوق هذا العام بصعوبة. هنا كرة بيد فهد الثنيان. 5 دقائق مضافة، وقت بدل ضايع. كرة ملعوبة الآن، حسين النجعي يحاول في الكرة، يفتح. اوهو ملعوبة الآن حسين، ميغيل حسين يلعبها، يمر. هذه فيها خطأ، هذه فيها خطأ للتعاون، فيها خطأ للتعاون، خطأ للتعاون. عبد الرزاق الحسين كيف يسهل الأمور، كيف يمشي الأمور فريق التعاون الآن مع هذه المباراة الكبيرة. فهد العريني وخطأ. نلعب في 5 دقائق، 5 دقائق فيها سوالف، فيها مواضيع، فيها فرص، فيها عوارض، ممكن فيها جول. لكن نشوف التعامل التعاوني في الدقائق القادمة. ملعوب الكرة التعاونية الآن، يبدو أنهم راح يلعبون الكرة، راح يستحوذون عليها، لكن راح يلعبها عبد الرزاق، يلعبها عبد الرزاق، فرصة جول. يو فيها فكر، فيها قراءة. عبد الرزاق الحسين يقدم مستوى ممتاز جدا. شوفوا اللقطة، شوفوا الذكاء. ميغيل مرت بميغيل، ارتطمت في مبروك وفي مشعل السعيد، تابعها احمد عسيري. فرصة كانت ممكن تكون صافرة النهاية لنتيجة المباراة.
كرة ملعوبة الآن، التأخير والاعتراضات طبعا على التأخير، لكن الكرة تلعب الآن. مبروك، دقيقة ونصف الدقيقة تقريبا، والوقت المحتسب بدأ يضع كما ظهر أمامكم بالأحمر. 5 دقائق. وش راح يسوي لتي؟ وش راح يعمل لتي؟ يحيى دغريري القصير أمام الطويل نايف الحارثي. ملعوب الكرة، باولو يلحق على الكرة، باولو راح ينفذ رمية التماس بشكل سريع جدا. كوتش ملعوب الكرة الآن، تلعب سبيدي، كريري، منتشري، الاتحاد، ملعوبة الرشيد عبد الرحمن، الاتحاد، العودة والمتابعة، التشريف من نايف الحارثي إلى خارج أرضية الملعب. 3 دقائق. الأحداث القادمة من هذه المباراة، الوضعية من هذه المباراة، اخطاء 16 اتحاد 10 تعاون. كرة ملعوبة الآن، ميغيل اللي أراد وتم الإرادة من تغييره أنه يكون يشغل هذه المنطقة ويؤخر اللعب في هذه المنطقة. ملعوبة الآن محمد المنتشري يلعب كرة عالية، تأتي الكرة متابعة، اثنين طلعة شوية زايدة، تأتي الكرة الآن باولو يستغل التي ولا لا؟ ملعوبة الآن نايف الزازي يحاول، جحدري قاتل على الكرة فيها ايش؟ فيها ضربة مرمى، جحدري قاتل على الكرة بشكل جيد، والكرة مرت إلى ضربة مرمى. الاتحاد الأكثر تسجيلا في الشوط الأول، لم يسجل ما سجل في الأول، سجل في الثاني. الاتحاد إما يضرب بقوة أو إما يسقط، وهو الآن في طريقه للسقوط وإن كان خارج أرضه في هذه النتيجة. خسر من فتح على أرضه الاتحاد، الفريق الذي يخسر الآن ربما خسارة رابعة، إلا إذا في دقيقتين أو أقل من دقيقتين يحاول أن يمنع الخسارة الرابعة. الاتحاد الذي تعادل 3 مرات، خسر 3 مرات، فاز 6 مرات، باقي له مباراة قادمة مؤجلة. هنا الكرة فيها ماذا؟ فيها خطأ لصالح فريق التعاون، باقي وقت لسه، فيها خطأ لصالح فريق التعاون. تلعب الكرة الآن مع رمية التماس، قضية استهلاك وقت، سالفة ثواني، سالفة دقائق، سالفة دقيقة للتعاون في حسم هذه النتيجة الكبيرة. دقيقة باقية، الكرة ملعوبة. الاتحاد يبغى له كرة مثل كرة كرواتيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية، يبغى له كرة عالية، يبغى له خلاص اللعب للأمام، يبغى له هي خاربة اللعب للأمام. باولو جورج يلعبها الكرة رأسية، متابعة عالية، نايف يجهز، الاتي فهد ثنيان يسيطر عليها، فهد ثنيان يسيطر على الكرة، يلعب الكرة ثنيان عالية، تأتي الآن الثواني تمر والوقت يمر، والاتي يبدو أنه سيختتم عام 2011 بطريقة مرة من أمام التعاون. راح يودع العام وراح يفكر وينسى ويقول مباراة التعاون كانت العام ونحن في عام جديد. يجب أن يفكر الاتحاديون بهذه الطريقة، لكن هل في ثواني قليلة الآن في كرة أخيرة الآن يحاول العودة التعاون الآن في كرة الرشيدي يصنع كرة، فهد العريني لها الآن القدرة والمنطق على أن يطرق صافرته. الاتحاد يبدو أنه في خسارة رابعة، الكرة ملعوبة الآن خارج أرضية الملعب. فهد العريني يناظر ساعته، يشوف الاتي الآن، يقتنع الاتي الآن، يبدو أنه يعرف مصيره وأعلنها فهد العريني. التعاون يصنع مباراة كبيرة ويأتي بنقطة انطلاقة ويقدم مباراة لن تنسى.